وهو راكب المترو كان في راجل شبه نايم، مراته كانت مصحياه طول الليل خناق ومجادله، فكان مرهق جدا. فجأة لقى قدامه راجل عجوز بيتمايل يمين وشمال، شكله تعبان اكتر منه بكتير. العجوز فقد توازنه ووقع على الارض. الناس اللي حواليه اتحركوا بسرعه وبعده. الراجل من غير ما يفكر قرب وساعد العجوز يقوم. وهو ماشي العجوز وقفه، ما قالش ولا كلمه، بس اداله عملتين معدنيتين وبعدها لف ومشي. الراجل ما فهمتش، لسه في ناس كده اليومين دول العملتين دول ما يجيبوش حتى كوبايه نودل سريعه، بس برضه خدهم. ما كانش يعرف ان دي بدايه تغيير مصيره. بعد الشغل كان بيمد جسمه شويه، مديره شافه وقال له فجاه شكرا ليك. ساعتها بس فهم انه اختاروه يكون ممثل يواسي زميل ليه امه توفت. وهو راجع حصلت حاجه مش مفهومه، فجاه لقى كشك تحصيل رسوم في الطريق. استغرب بس ما كانش قدامه طريق تاني. الجي بي اس هو اللي جابه هنا، والكشك كان ذاتي الخدمه. طلع 5 ورقات فئه 101 وحطهم في الماكينه، بس الماكينه ما استجابتش. ما فهمش، هو الكشك بايظ يمكن بيشتغل بالعملات. طلع العملتين اللي العجوز ادهم له وحطهم، والمفاجاه ان الماكينه اشتغلت فعلا وفتحت له الطريق فورا. افتكر ان الموضوع خلص على كده، بس وهو سايق احساس مش مفهوم بدا يزيد جواه. هو ما عداش من مكان زي ده وهو جاي، وفجاه الجي بي اس علق. العربيه بدات تسرع لوحدها، داس فرامل بس العربيه ما استجابتش خالص. السرعه كانت عامله زي الطيران. الراجل صرخ من الرعب وفجاه صحي.